السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الأحباب، أيها الأصدقاء، أيها المغتربين داخل الوطن وخارج الوطن. نسأل الله أن يعطي لنا ولكم الخير والعافية والستر والسلامة والنعم. الآن إحنا فوق جبل، هذا جبل طبعا يعني يعتبر فوق تهامة، وهذه سنوصل الآن إلى كما يسمونها بعض المناطق ديمة، وبعض المناطق يسمونها مقام، وبعض المناطق يسمونها عشة، مثل ما أصحاب تهامة يسمونها عشة. الآن احنا بندخل هذه العشة. هذا طبعا هذا العشة أو المقام أو الديمة صلحها صاحبها لكي يرتاح فيها، لأن في تهامة عند أيام الصيف أو أيام الحمى يأتي حمى يعني شوية، نعمة من نعم الله عز وجل. صلح له هذه العشة كما ترونها لكي يطلع فيها ويبرد. هذه عشة قديمة من حق القدماء، من حق الآباء والأجداد. كما ترون هذه طاقة، وهذه الطاقة الثانية، وهذه الطاقة الثالثة. شوفوا هذه الطاقة سواء الخضارة. هذيك الآن تهامة، هذه احنا الآن فوق الجبل، وهذه تهامة الخضراء. والحذر الشديد، هذه هي العشة لا يطلع لها ولا يجلس فيها إلا إذا كانت الجو صحوة بدون رعد وبدون أمطار. لأن أنا أحذر أصحاب الجبال أو أصحاب المناطق الذي معهم مثل هذه الديمة أو هذا المقام فوق الجبال لا يجلسوا فيها وفي رعد وبرق، لأن فوق الجبال يقع أحيانا من الله عز وجل بروقات أو رعد وتصطاب هذه العشة. لكن نسأل الله أن يكتب علينا وعليكم الستر والسلامة وخير العافية وجزيل الشكر لله عز وجل والنعم. كما ترون هذا السقف، هذا سقف من شبكة حديد، وهذه من أشجار، هذه من أشجار صلحها لكي يتبرد فيها ولكي يعيش فيها متعة شوية، يتمتع فيها متعة شوية. نسأل الله أن يعطي لنا ولكم الخير والعافية والستر والسلامة لنا وللجميع المسلمين. الآن احنا خراجة، شوفوا هذه تهامة، هذه تهامة. الحمد لله على هذه النعم التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى علينا. الآن احنا طلعنا ومعانا السبر حقنا الماء لكي لا نعطش، نشرب ونروي، وهذا لكي لا نلقي أما تعابين أو حيات أو حاجات من المخلوقات هذه التي تصيب الإنسان. نسأل الله أن يكتب علينا وعليكم السلام. وهذه تهامة كما ترونها خضراء باسقة. نسأل الله أن يعطي لكم النعم الجزيرة، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين. أيها الأحباب، أيها الأصدقاء، أيها الشيوخ، كل شيء، نسأل الله أن يعطي لنا ولكم الخير والعافية والستر والسلامة. كما ترون هذا الجبل، هذا جبل قديم كان القدماء ساكنين فيه. كما ترون شوفوا هذا جبل كان القدماء يسكنون فيه خوفا من السيول أو من غزارة الأمطار أو من للجو كمان. كما ترون طبعا كما قلنا لكم القدامى كان ساكنين هنا أول. شوفوا هذه الحجارة، هذه الآثار آثار بيت، هذه الآثار آثار بيوت كما تشوفونها أنتم. هذه آثار بيوت، أحجار كبيرة وآثار بيوت قديمة كان ساكنين هنا قديما، على ما أعتقد على أنه يتروح قبل 100 عام. كان ساكنين هنا قبل 100 عام على ما أعتقد. وكما اكتشفنا في هذه البيوت
آثار من الدلات على ما يسمونها، أو كما يسمونها هذه القدامى. اكتشفنا على إن هذا كما قلنا لكم على إن احنا اكتشفنا هنا أنواع من أنواع الفخار الذي يسمونها الدلات أو جرات، يصنعونهم من التراب. هذا يصنعونه من التراب القوي الماسك الأحمر. شوفون كما تشوفون هذا تراب أحمر. اكتشفنا على إن هذا شوية من الفخار. وهذه الأفخار كان قديما يضعوا فيها الذهب، وكان يضعوها في الأرض لما كان يقع رحلات معاهم، كان يقع يبعدوا عن هذه الأرض. ونسأل الله أن يعطي لنا ولكم الخير والعافية والبركة. وكما قلنا لكم على أن هذه ارتحلوا القدامى بسبب الأحجار هذه لا تصلح للبناء، لأنه شوفوا الأحجار دي لا تصلح للبناء لأنه غير صالحة، كما ترون تتنعثر، لا تصلح للبناء أبدا. هذه الأحجار ليست صالحة للبناء وليست صالحة، كما ترون تتنعثر، لأن البناء يجب على أن أحجار قوية في بعض المناطق الجبلية يجي أحجار قوية صلبة ماسكة، هناك يصلح فيها البناء، يعمر الدور الأول أو الثاني والثالث والرابع والخامس للدور السابع. في بعض البيوت في الجبال 7 دور، لأن أحجار قوية جدا جدا. لكن هذه أحجار ضعيفة، لذلك ارتحلوا إلى أقدام الجبال كما ترون إلى تهامة، ارتحلوا إلى تهامة، وذلك بسبب على أن الأحجار هذه لا تصلح للبناء، وعلى أن المياه صعبة. طلع الماء هنا، المياه طبعا هي توجد في باطن الأرض قريبة جدا، ومعيشة صعبة هنا جدا جدا جدا. ونسأل الله أن يعطي لنا ولكم العافية والستر والسلامة. وكما قلنا لكم على أن احنا اكتشفنا قليل من الفخار، والفخار هذه كما يقول لنا آبائنا وأجدادنا أن فيها كنز. هذه الفخار توجد فيها كنوز. يا أهل العلم رزق من الرزاق الله عز وجل. نسأل الله أن يعطي لنا ولكم العافية والخير والستر والسلامة. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والاشتراك اشتركوا، ومن هو رزقه شاء يأخذه. الله معه.